السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نسمات، حيث نلامس معا نسمات الإيمان ونستضيء بنور الشريعة. اليوم نفتح موضوعا حساسا لكنه واضح في ديننا العظيم: هل الحجاب فريضة على المرأة المسلمة؟ سؤال يطرح كثيرا ونحتاج أن نجيب عليه بعلم ووضوح. أولا، لنعد إلى كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول سبحانه وتعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذه الآية الكريمة تأمر النساء صراحة بضرب الخمار، أي غطاء الرأس في اللغة العربية، على الجيب وهو موضع الصدر، بما يعني ستر الرأس والنحر والصدر. يقول عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي أن يغطين جسدهن بثوب واسع ساتر. والسبب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب حماية وعلامة على العفاف، وليس تضييقا أو حبسا كما يظن البعض. يا أختي الغالية، الحجاب ليس مجرد عادة اجتماعية أو لباس تقليدي، بل فريضة عظيمة كالصلاة والزكاة، تثابين على الالتزام بها ويؤجرك الله على صبرك وثباتك. قد تعترضين: لكن المجتمع لا يساعد، أو أشعر أنني لست مستعدة بعد. ونحن نقول لك: نعم، التحديات حقيقية، لكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن صدقت مع الله أعانها وأكرمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وختاما نقول: الحجاب طاعة وعز ورسالة حب صادقة تقول لله: يا رب، اخترت رضاك، اجعليه بداية لرحلة قرب من الله لا نهاية لها. إلى أن نلقاكم في نسمة جديدة من نسمات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.